ده يوم في حياة النهاردة الحد تاريخ 26/10. بدأت يومي باللانش بوكس وانزل اولادي المدرسة. قلت بقى اعمل فطار كده خفيف. انا كنت عامله لهم شاورما، عملت بيها سندوتشات فاتبقى منها، قلت خلاص اعملي بيها سندوتش ليكي واعملي كوباية نسكافيه وابدأ اليوم كده على رواق. بعد ما فطرت واطمنت على الزرع بتاعي دخلت نمت ساعتين، وبعد الساعتين قمت بقى اشوف اللي ورايا في البيت. هنا كنت بوريكم الجو خرافة. نمت بقى ساعتين وبعد كده قمت اكدت ان الشقة كلها عندي نظيفة، ظبطت بس شوية حاجات وبعدين دخلت على الغدا النهاردة عملت عدس، اكلة شتوية بسيطة وسهلة كلنا بنحبها وكلنا كان نفسنا فيها. حطيت بصل، وطبعا كالعادة الكاميرا فصلت مني. المهم ان انا رجعت صورتلكوا بعد ما حطيت المية، سبت العدس كده يستوي مع بعض وكنت مصدعة شوية، فقلت اعمل كوباية شاي واطلع بقى اشربها في البلكونة. بعد ما عملت الشاي كنت هقعد في الركنة، قلت لا هطلع في البلكونة اطمن على العصافير واطمن على الزرع واطمن على مسعدة دي السلحفة بتاعت عيالي. طبعا رمينها ولا سألين فيها، وانا اللي برعاها وانا اللي باكلها وانا اللي بعملها كل حاجة. هي كيوتة جدا وهادية وفي حالها. خلاص هنا كانوا الاولاد وصلوا وحطينا الاكل واتغدينا وقعدنا بقى نذاكر شوية علشان بكرة ان شاء الله عندنا امتحانات الشهر في المدرسة، دعواتكم ليهم. بعد ما ذاكرنا شوية قعدت اسمع بقى المسلسل الكئيب اللي انا بسمعه الفترة دي، وبجد جايبلي اكتئاب خطير. قلت بقى هعمل كوباية قهوة العصاري بتاعتي اللي انتم متعودين عليها على قناتي على اليوتيوب، واقعد كده اشربها بقى في الشمس بتاع العصاري اللي بعد بقى ما شربت القهوة خدت الاولاد ونزلنا عشان كنت محتاجة شوية طلبات من السوبر ماركت وشوية طلبات من المكتبة. جبت بقى ناجيتس وجبت صوص حار وجبت ليمون وجبت معطر وسبونشات للمواعين، وجبت اقلام للاولاد وشبطوا بقى في شوية حاجات كده جبتها لهم. والنهاردة كان الفلوج بتاعنا خلص، استنوني في فلوج جديد. باي.